طيب فيديو سريع انا حابب اتكلم عليه عن الدعاء. اساسا الليله دي اخر ليله، واحنا محتاجين يعني اكتر حاجه نعملها في الليله دي هي الدعاء لربنا والتضرع ليه، حسنا ان ربنا يعني يقبل مننا ونتكتب من العتقاء من النار في رمضان. ولو اتكتبت من العتقاء من النار حقيقي حياتك هتتغير، لان ربنا هياخد بايدك في كل حاجه. هتتكلم يعني كل حاجه هتعملها هتكون بمعونه من ربنا، ودي حاجه عظيمه. لو يعني لا يمكن يعني دي محتاجه فيديو لوحدها طويل الواحد يتكلم فيها يعني ايه اصلا انت اعتق من النار. طيب انا عايز اتكلم عن الدعاء عشان الناس تنزلوا وتصلوا صلاه التهجد. دي اخر فرصه ودي اخر صلاه، صلاه التهجد وصلاه الفجر ما تفوتهمش. خلاص كده رمضان باي باي. خليني عايز اتكلم عن يعني ايه معنى المناجاه. المناجاه يعني ان انت بتكلم ربنا ببساطه شديده جدا. وفكره ان انت تحب مناجاه ربنا يعني ان انت بتحب تكلم ربنا. والكلام مع ربنا بيختلف عن الكلام مع البشر، ان انت لازم دايما لما تكلم ربنا تعطيه قدره الاول. فلذلك دايما بتلاقي ان الشيخ لما بيدعي في الجامع بيبتدي بالثناء على ربنا، بالثناء وبعد كده الحمد وبعد كده التهليل والتكبير. يعني ايه؟